بصوا عم هلال لسه جاي اهو وانا بصور. عاوزين نعرف بقى يا عم هلال الاسعار هنا في المحل اتاثرت بسعر الدولار ولا زي ما هي؟ الحمد لله اسعارنا زي ما هي، واسعارنا لا تقارن، لان احنا بنجيب شغلنا من اول ايد، والحمد لله عندنا بنبيع بسعر السعر القديم، ما بنغليش السعر، احنا ما حدش اصلا غلاء. عم هلال قال لي انا هبيع بنفس السعر اللي جايبين بيه القطعه اللي فاتت، الشغل اللي فات ده كله هبيع لغايه اخر قطعه بنفس السعر القديم. بنفس السعر القديم، والسعر الجديد هو القديم يا جماعه، مفيش حاجه اسمها غلي لا غلي ربع جنيه نص جنيه مش هنغلي على الزبون. كمان انا صورت لكم على فكره عند الاستندات قدام صيدليه السلطان ابو العلا بنفس الاسعار، ارجعوا للفيديوهات القديمه بنفس الاسعار اللي مصوره بيها الفيديوهات من اسبوع من 2 من شهر، نفس الاسعار ما اتاثرتش خالص بزياده اسعار الدولار. زي ما انتم شايفين انا حاطط السعر، وبعدين عشان القناه انا بنزل 10 جنيه و20 جنيه. في عروض كمان يا جماعه لمتابعين القناه. هنا في عروض عشان قناه ناديه النوبي تعز علينا، وبعدين ربنا يخليك يا عم هلال. الحمد لله رب العالمين اسعارنا لا تقارن في السوق. اسعارنا احنا بنجيب من اول ايد حضرتك، واقفين في الشارع وكل حاجه تمام، بس احنا بنبيع بسعر الجمله. طب دلوقتي يا عم هلال سعر المحل سعر الجمله، سعر المحل زي الشارع، زي الشارع يا جماعه، نفس السعر اللي في الاستندات في الشارع. طب دلوقتي يا عم هلال الاسعار اللي انا صورتها على الاستندات في خصومات فيها؟ بعد اسبوع، انما الاسعار النهارده زي ما هي يا جماعه، لان شغل جديد. ما انت شايف لبس الاطفال ب 120 جنيه، انا ب 150 جنيه. ماشي يا عم هلال. 50 جنيه، حط لي يافطه هنا يا جماعه، حط لي يافطه هنا يا ادهم. ماشي يا عم هلال شكرا. هنا قميص رجاله ب 150 جنيه، زي ما انت شايفه كده، ده قميص رجالي كله برندات، كله ماركات، خش يا استاذه، كله برندات وماركات، خش يا استاذه. وكله جديد على فكره، مفيش اي حاجه فيها ديفوهات خالص. ولا اقول لك 350 ولا 450 ولا 550، انا بقول لك 150 جنيه قميص رجالي، قميص رجالي شتوي، موديلات شيرت رجالي 150. حاجه يا استاذ، حاجه دي بصوا جديد اهو بالتيكت الاصلي بتاع بلدها على فكره. انا ببيع شغل الستات، ب 150 جنيه. كل المقاسات موجوده عندي، ببيع بمليار الله، اسعارنا لا تقارن. ببيع شغل حضرتك بصي بالتيكت بتاعه زارة يعني القطعه دي ما اتلبستش خالص يا جماعه. اقول لحضرتك على حاجه، كل الماركات الاوروبيه عندي. خد يا استاذ، بالنسبه للقميص ده والتيشيرت خلاص في حاجه زي كده ب 75 جنيه جديده اهي، ب 75 جنيه بناتي، بتلبس 4 سنين او 3 سنين. نتفرجوا عشان نشوفوا مع بعض. بصوا جديد لانج اهو ب 75 جنيه طبعا يا بلاش، وده بنطلون ليكرا. في كمان عندنا ستاند مع لهوش سعر، يعني سهل ان انتوا تفاصلوا معاه. باكد عليكم اي ستاند مع لهوش سعر يفاصلوا مع البياع. وش دلوقتي يا ريس 75. وش نبيع ببلاش وعلمونا يا باشا. اللي تحت ده بكام؟ 150 برضو؟ ب 150 موديلات يا باشا وماركات وتنزيلات. تعالى يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جولة النهاردة جديدة من وكالة البلح من عند عم هلال، كنز وكالة البلح. صورت لكم النهاردة عند عم هلال من محله الجديد، محل باب رزق. شوية استندات كده قمر خالص يا بنات، وحاجات في منتهى الجمال والشياكة، والاسعار تحفة بجد. الاسعار حلوه، وهتلاقوا تشكيله لبس مختلفه، كوليكشن بناتي على رجالي على حريمي، حاجات في منتهى الجمال والشياكه، وكلها ماركات اوروبي. هسيبكم على الفيديو. بصوا هنبص بصه سريعه كده زي ما انتم شفتوا الاستندات كتير في محل باب رزق عند عم هلال. بصه سريعه كده علشان نشوف الشغل اللي موجود على الاستندات اخباره ايه. انا شايفه الشغل بصراحه في منتهى الجمال والشياكه، قطعه ب 150 جنيه، حاجات كلها جديده وكلها ماركات. بصوا حاجات كتير ومقاسات مختلفة، ده كوليكشن مقاسات على فكرة، جواكت بناتي على أولادي على سن محير. بصوا فيستات كمان هنلاقي ب 150 جنيه أي قطعة على الستاند، وكلها بصوا حاجات جديدة لانج اهي زي ما انتم شايفين. كمان الجواكت الووتر بروف هنلاقيها موجودة. عندنا كمان القمصان الكارو وشميزات كارو حريمي بقى على رجالي على سن محير ب 150. دي الاسعار اللي موجوده عند عم هلال في محل باب رزق. انتوا عارفين الاستندات بيبقى اسعارها ايه والشغل اللي عليها ايه، فكان انطلب مني ان انا اصور لكم في المحل رجالي، فبما اني هصور في المحل هنشوف مع بعض بقى الرجالي على الحريمي، كوليكشن لبس
سن محير. وهنا اي حاجه كمان على الاستاند تمنها 150 جنيه. هنا استاند حريمي سن محير، باديهات، بلوفرات، قطع ماركات H&M. بصوا ب100 بس، ب100 بس، كلها فرز اول. النهارده الجمعه يوم الفرز الاول، يوم الشغل كله بيبقى جديد. H&M شميزات كارو طالعه ترندي. هنلاقي كمان كاردينات حلوه جدا، تنفع لمناسبه، تنفع لخروجه بالليل. انا شايفاها حاجات في منتهى الجمال والشياكه. واللي بيدور على ستايل معين او مقاس كمان هيلاقي هنا في محل باب رزق. بصوا عندنا القطعه دي مقاسها كبير. عندنا موديلات قمر خالص، حاجات في منتهى الشياكه يا جماعه. بصوا وكارديناتها هنلاقي بلوفرات وباديهات، حاجات كتير. في ستاند ثمنه برده 100 جنيه اهو، عليه كاردينات تنفع لمناسبه لخروجه بالليل. عليه قطع شتوي، قطع زي كده بلوفر ليكرا ومقاس كبير. عندنا بصوا كمان القطعه الشبكه دي قمر خالص، دي ليكرا. بصوا حاجات كتير على الستاند تمنها 100 جنيه. عندنا قطعه ماكس تمنها 100 جنيه. بصوا الموديلات الشعر دي قمر خالص وتقيله. بصوا وب100 جنيه، لونها حلو جدا. في كمان عندنا قطعه تانية اختها اهي بالظبط بس لون تاني. ده كوليكشن مقاسات مختلفه على الستاند وموديلات، وب100 جنيه اي قطعه. عندنا كمان البناطيل القطيفه المهير، المناطيل اللي خامتها فناش اللي بتدفي. بصوا مقاسات كبيره، سن محير، ب 75 جنيه هنا في المحل. عندنا كمان ستاند ثمنه 75 جنيه، هنلاقي عليه قطع ماركات. في قطع زارا زي كده، هنلاقي بيبيهات، هنلاقي بناتي، سن محير. بصوا اولادي، بصوا حاجات كلها جديده اهي. وفي بناطيل بيبقى كوليكشن وجواكت. بصوا ب 75 جنيه كوليكشن على الستاند عند عم هلال. بصوا سويت شيرتات، حاجات كتير. وكمان عندنا بناطيل زي كده جينز، قطعه جديده اهي ب 75. بتلاقي حاجات بتبقى لقط كده على الستاند تمنها بيكون اغلى من كده بكتير في اي مكان تاني. بصوا حاجات كتير وكوليكشن مقاسات. في عندنا كمان هنا ستاند ثمنه 75 جنيه. وزي ما اتفقت قبل كده معاكم وقلت لكم اي ستاند ما بيكونش عليه سعر من السهوله ان انت تفاصلي معاه. انا سالت البياع وعم هلال لسه ما جاش، قال لي ب 75 جنيه وشوفي اللي انت عاوزاه. فاي ستاند يا جماعه في الوكاله في اي مكان ما معلهوش سعر من السهوله ان انتوا تفاصلوا معاه. بصوا تشكيله بقى لبس اطفالي على بناتي على اولادي على بيبيهات. بصوا ب 75 جنيه حاجات قمر. في كمان عندنا شميز جينز زي كده ب 75، ده مستورد مش محلي اهو. بصوا عندنا قطع شبكه زي كده تصميمها حلو. هتلاقوا بقى التشكيل، هو قال لي ب 75 هنا. هنلاقي كمان فيستات ب 75 جنيه طبعا يا بلاش. عندنا كمان سويتشيرتات جديده لانج اهي ب 75 في محل باب رزق. في كمان عندنا ستاند معلهوش سعر، يعني سهل ان انتوا تفاصلوا معاه. باكد عليكم اي ستاند معلهوش سعر فاصلوا مع البياع. بصوا ب 75 جنيه اي قطعه من اللي انتوا شايفينها. هنلاقي بناتي، بصوا حاجات بيبيهات قمر خالص جديده لانج اهي ب 75. شيرتات كلها ماركات. هنلاقي قمصان سن محير. بصوا بناتي سن محير. بصوا البيبيهات القمر دي. في كمان عندنا فيست زي كده ب 75. بصوا قطع زارا ب 75 جنيه. بيبقى في قطع على فكره لقطه كده، يعني مهما كان الستاند ثمنه بتلاقي في وسط الاستندات قطع لقطه بيبقى ثمنها حلو. بتبقى قطعة جديدة ما اتلبستش، قطعة تستاهل ثمن اكتر من ثمنها اللي موجود على الستاند. بصوا حاجة زي كده جديدة لانجا اهي ب 75 جنيه، دي سن محير. بصوا تصميم القطعة دي برضو قمر خالص. في عندنا القطعة دي خامتها تقيلة جدا اهي وب 75. انا شايفاها قطعة لقطة بصراحة.
فالاستندات بيبقى فيها قطع لقطه، خلي عندك طولة بال ودوري. بنطلون قمر زي كده جديد اهو. لو هتشتريه من المحل مصري وجديد مش هتشتريه طبعا بالثمن ده ب 75 جنيه. في سويتشيرتات زي كده برضو اولادي وبيبيهات، في بناتي زي كده قمر، بيبيهات برضو حلوة على الستاند جديدة. بصوا حاجة زي كده تحفة جديدة لانجة اهي. بصوا حاجات قمر للسن المحير وتمنها حلو، قطعة ناكس وماركة ب 75. بصوا بلوزات شيك جدا وتصميمها حلوة زي كده زي كده، ومقاسها كبير على فكرة، سن محير. بصوا في كمان عندنا قطعة زي كده قمر اهي جديدة. بس احنا عاوزين نبص كده بصة سريعة على الاستاند علشان نشوف باقي الاستاندات. الاستاندات في محل باب رزق كتير موجودة. في بليزر زي كده قمر خالص، الله على الجمال، بصوا تصميمه حلو. في عندنا قطعة زي كده مبطنة اهي من جوه، دي قارو. في قطعة زي كده سن محير، سويتشيرت تقيل على فكرة، بصوا تقيل في ايدي، خامته حلوة. في كمان السويتشيرت القمر ده بصوا حلو. في كمان عندنا الفستان البناتي القمر ده، حاجات حلوة بجد يا بنات. بصوا شايفة حاجات كده فار، وفي قمصان جينز ورا. في قطعة زي كده دي ليدي وخامتها حلوة. بصوا هنلاقي كمان قمصان على شميزات، هنلاقي حريمي على رجالي وب 75 جنيه. في كمان عندنا قطع جينز، بصوا حاجات جديدة اهي حريمي. بصوا عندنا قطعة زي كده مبطنة اهي من جوه. صحكوا بقى اللي حابب ينزل الوكالة في اي مكان ما، مش شرط الاماكن اللي انا بصور فيها، انزلوا بدري. النهارده الجمعة الدنيا بقت زحمة على الاخر، فاللي حابب ينزل وكالة يوم سوق جمعة او حد ينزلوا بدري. عندنا هنا ستاند ب 150 هنلاقي عليه تشكيل بقى لبس حريمي على رجالي، سويت شيرتات. بصوا حاجات قمر خالص وب 150 جنيه، ومقاسات كبيرة كمان هنلاقي، والوان ترنجي ب 150. في ستاند ب 100 ده حريمي كله، سويت شيرتات وخامات نقطة وحاجات حلوة جدا. بصوا الوان وموديلات، وكمان سن محير هنلاقي شبابي وبناتي ب 100 جنيه اي قطعه على الستاند. في ستاند تاني ثمنه 100 جنيه، هما ستاندين جنب بعض ثمنهم 100 جنيه. بصوا اللي عليهم تشكيله بقى سويت شيرتات كمان. بصوا ده سن محير هنلاقي اطفالي، بناتي هنلاقي، واولادي هنلاقي حاجات كتير. بصوا قطع زي كده قمرايه خالص والوان كلها. وفي كمان ورا جواكت اهي نشوفها مع بعض. في عندنا جينز جاكيت زي كده ب 100 جنيه مقاس صغير بيبيهات. وفي كمان سن محير هنلاقي. بصوا البنات القمرايه دي ب 100 جنيه. وكمان القطعه دي حلوه، ده ووتر بروف ثمنه 100 جنيه. بصوا حاجات قمر، الله على الجمال. بصوا صلبات زي كده تقيله مبطنه اهي من جوه ثمنها 100 جنيه. في كمان فيستات، ده فيست ووتر بروف ومقاس كبير، ده سن محير على فكرة. في عندنا كمان جاكيت بناتي اهو ثمنه 100 جنيه. بصوا كل بقى الديفول الوحيد اللي فيه ان هي منقوش من هنا، هتاخديه بقى بفتله وابره وتخيطيه مش هيبان خالص، ب 100 جنيه. بصوا في كمان حاجات قمر ووتر بروف اهو ب 100 ومقاسه كبير. بصوا البناتي دي حاجات كتير على الستاند ومقاسات مختلفة. هتلاقي سن محير، هتلاقي اطفالي. بصوا فيستات كمان هنلاقي قمر خالص ب 100 جنيه. بصوا حاجات قمر ومبطنة اهي من جوه.
الفيديوهين اللي فاتوا صورت لكم عند استندات عم هلال، الاستندات اللي قدام الكوبري قدام صيدليه السلطان ابو العلا. الاسعار هي مفيش اي زياده في الاسعار خالص، حتى كمان في المحل الجديد محل عم هلال عندنا كمان 125 جنيه بقى سويت شيرتات مقاسات كبيره، وكمان قمصان جينز كلها ماركات وشيميزات. بصوا ب 125 جنيه اي حاجه على الاستاند. واللي بيدور على مقاس خاص في السويت شيرتات الرجالي هيلاقي. بصوا عندنا مقاسات كبيره وكلها ماركات ب 125 جنيه. بصوا عم هلال موجود فين؟ عم هلال موجود في شارع 26 يوليو قدام زكي السماك. الشارع اللي قدام زكي السماك هتمشي كده مع الكوبري اهو، ده كوبري 15 مايو. المحل اسمه محل باب رزق جنب كبده الدريني جنب محل ضجه. هل صليتم على النبي؟ ده كان فيديو النهارده من عند عم هلال في محل باب رزق. التصوير يوم الجمعه يا جماعه، ده كان يوم سوق الجمعه. استادات عم هلال برده موجوده قدام زكي السماك عند صيدليه السلطان ابو العلا وعطاره السلطان ابو العلا. يكون عجبكم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك واشتراك للقناه اللي اول مره بيشوف قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.